أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. يبقى وظيفة السيتوسكيلتون الأولى هي حركة الخلية سيل كراولينج. الخلايا في بعض الأحيان بتحتاج تتحرك. المايكروفيلامنت بتنمو في طرف الخلية اسمه ليدنج إيدج وبتدفع الغشاء للأمام. خلايا الدم البيضاء بتستخدم الطريقة دي علشان تلحق بالبكتيريا والفيروسات. تاني وظيفة الماسل كونتراكشن أو انقباض العضلات. المايكروفيلامنت والمايوسين بيشتغلوا مع بعض. المايوسين بيسحب المايكروفيلامنت وده بيسبب انقباض العضلة، وده السر ورا حركتنا. تالت وظيفة سيليا اند فلاجيلا موشن، حركة السيليا والفلاجيلا. البروتينات المحركة اللي هي الداينين بتمشي على المايكروتيبيول وبتخليها تنحني، وده بيسبب حركة السيليا والفلاجيلا. السيليا في الجهاز التنفسي الريسبيراتوري سيستم بتتحرك عشان تنظف الرئتين من الأوساخ. لو السيتوسكيلتون ده حصل فيه أي ديفكت ده على طول بينتج عنه أمراض، زي مرض اسمه الماسكولار ديستروفي. ده مرض في العضلات بسبب مشاكل في الأكتين والمايوسين. في سندروم تانية اسمها إيموتايل سيليا سندروم. ده مرض بسبب مشاكل في الأهداب أو السيليا، فالخلايا مش بتقدر تتحرك. الوظيفة الأساسية التانية هي انقسام الخلية. بينظم انقسامها المايكروتيبيولز والميتوتيك سبندل. لما الخلية تنقسم المايكروتيبيولز بتتجمع وتكون شكل زي المغزل اسمه الميتوتيك سبندل. ده بيمسك في الكروموزوم الحاجات اللي فيها دي ان ايه ويسحبها للطرفين المختلفين. بدون المغزل ده الدي ان ايه ما يقدرش ينقسم بشكل صحيح. المايكروفيلامنت والسيتوكاينيسيس. بعد ما الكروموزومز تنقسم الخلية نفسها لازم تنقسم لنصين. المايكروفيلامنت بتكون حلقة اسمها كونتراكتايل رينج تحت الغشاء الخارجي على طول تقطع الخلية لنصين. العملية دي اسمها السيتوكاينيسيس. الانترميديت فيلامنت اللي هي الخيوط الوسيطة بتحافظ على الخلية ما تنهارش وسط كل الفوضى دي، بتحمي النواة والكروموزوم. يبقى الخلاصة ان السيتوسكيلتون ده هو الحاجة الأهم في الخلية، من غيرها الخلية ما تقدرش تعيش. عندنا 3 أنواع من الخيوط: مايكروفيلامنت، انترميديت فيلامنت، مايكروتوبيولز. كل واحد فيهم عنده شغل معين. المايكروفيلامنت بيدي الخلية شكلها ويحركها. الانترميديت فيلامنت بيوفر القوة والثبات. مايكروتوبيولز بينقل الحاجات وينظم انقسام الخلية. الحاجة المهمة إن السيتوسكيلتون مش ثابت، بيتفكك ويتجمع باستمرار. ده بيخلي الخلية مرنة وتقدر تتكيف مع أي تغيير في البيئة. الخلاصة الأخيرة إن فهم السيتوسكيلتون مهم جدا عشان نفهم إزاي الخلايا بتشتغل، إزاي بتنقسم، والأمراض إزاي بتحصل، وده أساس كل حاجة في الطب والبيولوجيا. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.